ليلة القبض على سلمى الشيمي. سلمى الشيمي اتقبض عليها في رمضان، في الوقت اللي كل المسلمين بتتسابق لعمل الخيرات في الشهر الكريم. سلمى الشيمي كانت بتتسابق من أجل إنشار الفجور، في الوقت اللي كل المسلمين بيطمعوا أن يحصدوا أكبر قدر ممكن من الحسنات عن طريق الصيام والصلاة وقراءة القرآن. سلمى الشيمي كانت بتتسابق من أجل جمع أكبر عدد من اللايكات والمشاهدات عن طريق العري وخلع ملابسها ونشر صور فاضحة. تمكنت قوات الأمن من القبض على سلمى الشيمي داخل شقة في اسكندرية، والحمد لله هي الآن قيد التحقيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة أفندينا ترند في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم على حضراتكم وعلى الأسرة الكريمة. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ونخش في موضوعنا بقى، لأن حلقتنا حلقة نارية، حلقة القبض على سلمى الشيمي. سلمى الشيمي اللي أثارت الجدل في الشارع المصري لعدة سنين. سلمى الشيمي اللي اتقبض عليها سنة 2018 بعد ما عملت سيشن تصوير في الأهرامات، وقالت ده أنا كنت بسعى إن أنا أنزل الصور دي على صفحتي الشخصية. وتم القبض عليها مرة أخرى عام 2020 وتحديدا في شهر ديسمبر بعد ما عملت سيشن تصوير تاني، بس المرة دي في سقارة، وانتشر الموضوع وكانت القضية بعنوان فتاة سقارة، وكانت بترتدي ملابس فاضحة. سلمى الشيمي طمعت في الشهرة وبدأت انها تبحث عن الاموال، حتى لو عن طريق ان هي تقلع هدومها وتقلع ملابسها وتقلع ادبها واخلاقها وقيمها وتنسى تربيتها وتنسى ان هي عايشة في مجتمع شرقي. سلمى الشيمي بعد ما خرجت من التحقيقات زاولت نشاطها اللي اعتادت عليه من نشر فيديوهات مخلة وصور قبيحة، وبدأت ان هي تزيد وتزيد من العري من أجل جمع اللايكات والمشاهدات، لحد ما تمكن المحامي القدير الأستاذ أشرف فرحات إنه يقدم بلاغ في سلمى الشيمي لنشرها صور مخلة وفيديوهات قبيحة تدعو إلى الفجور والرذيلة. سلمى الشيمي قوات الأمن توجهت لها في شقة في اسكندرية وقبضت عليها، ولما تم القبض على سلمى الشيمي وجدوا معاها أو في حوزتها 2 آيفون حديث وبعض العملات الأجنبية. لكن الغريب إن هم وجدوا في شنطتها ملابس داخلية. طب يا ترى سلمى الشيمي حاطة في ملابس داخلية في شنطة إيدها تعمل بها إيه؟ وليه حصل ده في التوقيت ده؟ ده غير كده كمان سلمى الشيمي عملت 11 عملية تجميل أو 10 عشان التحديد، 10 عمليات تجميل. بدأت واحدة فيهم سنة 2000 وبدأت إن هي تزيد من عمليات التجميل. ما هو كل ما تتجمل أكتر وكل ما تبرز حاجات أكتر وكل ما كان العري أكتر كانت المشاهدات أكتر وأكتر، وكانت اللايكات أكتر وأكتر، وكانت الدولارات أكتر وأكتر. سلمى الشيمي عملت 3 اكونتات على التيك توك عشان تنشر الرذيلة براحتها، وبدأت ان هي تخش على اليوتيوب والانستجرام، والكل كان معترض على افعال سلمى الشيمي. حتى ابوها واخوها تبروا منها وكانوا رافضين اللي بيعملوه، وده اللي خلى سلمى الشيمي تترك البيت وتروح تأجر في مكان لوحدها، وراحت أجرت في الشيخ زايد شقة بقى تناسب الفلوس وتناسب الوضع والبرستيج اللي بقت فيه سلمى الشيمي بعد ما جمعت الأموال عن طريق العري والخلع والأفعال المنافية
للآداب، إلا أن جيرانها في الشيخ زايد اعترضوا على أسلوبها وعلى ملابسها الخليعة، وبدأت المشادات ما بينهم لحد ما مشيت سلمى الشيمي من الشيخ زايد وخدت شقة في اسكندرية. دي الشقة اللي اتقبضت عليها سلمى الشيمي، وكان آخر أعمال سلمى الشيمي الفنية ما حاولت إنها تخش في مجال الفن يا إخوانا، حاولت إنها تمثل لكنها فشلت، ولكنها نجحت إن هي تعمل عمل مع الفنان القدير المطرب الشهير محمود الليثي، وعملت معاه أغنية وصورت معاه الأغنية، ودي كانت آخر عمل ليها قبل الحبس. لكن هنا السؤال اللي عايزين نسأله لسلمى الشيمي، ايه اللي حضرتك استفدتيه من بعد ما قلعت هدومك وقلعت اخلاقك ورميتيها في الزبالة من اجل الاموال، من اجل ان انت تحصدي على شوية اوراق وفي الاخر ورا القضبان؟ طب ليه ما اتعظتيش بعد ما اتحبستي في 2018 واتقبض عليكي؟ طب ليه بعد 2020 ما بطلتيش؟ لكن الشهرة والفلوس عمت عين سلمى الشيمي، وده اللي خلاها تزيد من فجورها اكتر واكتر. سلمى الشيمي زي ما بنقول لحضراتكم اعترفت في التحقيقات ان هي اتعرفت على واحد، وان الشخص ده هو اللي كان بيساعدها بعد ما كان والدها واخوها رافضين رفضا تاما لافعالها واعمالها، الا ان الشخص ده ووالدتها هما اللي كانوا بيساعدوها وبيشجعوها على الاعمال دي، وبعض من الاصدقاء المقربين ليها، وده اللي خلاها ان هي تزيد اكتر واكتر من افعالها من اجل جمع الاموال. وده رسالتنا دلوقتي اللي هنقدمها لسلمى الشيمي والكل اللي على شاكلة سلمى الشيمي: الحق أحق أن يتبع، وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. ونهاية الفساد السجن، نهاية الضلال السجن، نهاية الانحلال السجن، والمكان الطبيعي اللي المفروض تكون فيه سلمى الشيمي ومن على شاكلتها هو وراء القضبان. تحية تقدير واحترام للمحامي اللي قدم البلاغ، وتحية تقدير واحترام للشرطة المصرية اللي على الفور قبضت على سلمى الشيمي وبتحاول بشتى الطرق أن تظهر الفضيلة. وحسبي الله ونعم الوكيل في سلمى الشيمي ومن على شاكلتها. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم، ويا رب الرسالة توصل للجميع إن الأخلاق أهم وأفضل من الأموال، وإن الحق أحق أن يتبع. ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة على قناتكم، قناة أفندينا ترند.